في الفيديو ده هعلمكم ازاي تدوقوا الطعم اللي في القهوه. الكالر باليت اللي انتم شايفينها دي بيتقال عليها عجله القهوه او الكافي فليفر ويل، واللي بتساعدنا ان احنا نعرف الطعم اللي موجود في القهوه واحنا بندوقها. هفهمك. فلنفترض ان في حبوب قهوه اتحمصت شويه وطحنتها وحطيت عليها ميه سخنه وصبيت القهوه دي في الكوبايه، طبعا من غير ما تحط لها اي اضافات، وبدات ادوق القهوه دي. واول ما ادوقها احس ان القهوه دي طعمها فروتي شويه وقريبه من الفواكه. في الكافي ويل بتروح عند المنطقه بتاعه الفروتي وتبدا تقول ايه ده، دي الفاكهه اللي انا حاسس بطعمها دي طعمها مزز شويه او طعمها قريب من البيريز. وبعد كده هتروح عند المنطقه بتاعه البيريز وبعد كده تقول ايه ده، دي طعمها قريب من الفراوله. وبعد ما دقت القهوه كده حسيت بافتر تيست، والطعم المسكر ده قريب شويه من الفانيليا. انا دايما بحس بالطعم ده في القهوه اليمني. طب انت لو ما اكلتش فراوله قبل كده هتدوقها حاجه ثانيه، ممكن بلو بيري مثلا. فالكافي ويل دي تقدر تقول مجمعه كل الاطعمه اللي ممكن تلاقيها في القهوه، حتى الاطعمه الوحشه. عشان كده الكافي براندز على الباكج القهوه بتاعتهم بيبداوا يكتبوا الفليفرز او الطعم بتاع القهوه ده، ان مثلا طعمها يبقى قريب من الشوكولاته والفواكه الاستوائيه. المهم بقى اكتبوا لي في الكومنتس ازاي انت بتدوق القهوه وايه اكتر طعم انت بتحبه، وكل ما هو قهوه فهو